يحدث كل يوم. بابا يا بابا يا بابا يا بابا. اولالا 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 اولالا. الوسع. طبعا نذكركم بان منذ لحظات انتهت مباراه ونقول مفاجاه من العيار الثقيل حتى الان في هذه البطوله لحساب المجموعه الثانيه. منتخب الراس الاخضر هو اول المتاهلين رسميا الى الدور القادم ومتاهل كاول هذه المجموعه بعد الفوز على منتخب موزمبيق ب3-0 ومن قبل فاز في المباراه الاولى على منتخب غانا. هذا المنتخب مفاجاه من العيار الثقيل. كابتن تريكا طبعا يعني هذا المنتخب يعتبر مفاجأة البطولة حتى الآن أم أن الظروف هي من خدمته في لقائه مع غانا وموزمبيق بعد كده؟ لا، مفاجأة. على الورق مجموعة فيها مصر وغانا يبقى دايما التنافس فيها هيبقى بين مصر وغانا على المركز الأول والثاني. فجه الراس الأخضر بعد أول مباراتين 6 نقاط 5 أهداف لم يدخل في مرمى إلا هدف وحيد. فصدارة مستحقة على الأداء اللي شفناه خلال المباراتين. تسديدات مميزة، أهداف حلوة. قلت لك الفريق ده أحمد المنتخب ده جايب 5 أهداف في أول مباراتين. فأعتقد 6 نقاط ومن أحد المفاجآت الكبيرة. ويخش بقى الصراع على المركز الثاني بين مصر وغانا. وأتمنى إن شاء الله أن الفريق المصري منتخبنا يتدارك الأخطاء بسرعة وعنده مباراة مهمة جدا قدام الراس الأخضر. فأتمنى إن احنا ناخد 3 نقاط ونكسب ونخش الثاني المجموعة، لأن كان على الورق زي ما قلت لك الصراع دايما هيبقى بين مصر وغانا، انما جت الراس الاخضر وعملت المفاجاه في اول مباراتين و6 نقاط. الراس الاخضر كسرت كل القواعد في هذه المجموعه بالفعل. مباراتنا امام المنتخب المصري لن تكون سهله. هو ممكن يريح بعض اللاعبين وممكن يشوف بقى اللعيبه اللي عندها انذارات، انما هو عمل المفاجاه. واول مجموعه خلاص. اول مجموعه قلت لك مباراتين 6 نقاط 5 اهداف لم يدخل في المرمى الا هدف وحيد. فاعتقد ان احنا مصيرنا بايدينا. فاتمنى ان احنا ان شاء الله نتدارك الاخطاء ونكمل المباراه الاخيره وان شاء الله ونكسب ونعدي مركز ثاني ان شاء الله. كابتن سامي، بطوله